لازم الجوازه الاولانيه تبوظ. ايزي جو ايزي كاب. يا مصيبتي. الرجوع للاكس مش صح وكمان متجوز. انت قصدك يا مجرم. ها انت عايشه في الابطال. فقلت له اتفضل خش. نيكست. اللي بعده. دي سالي شاهين قررت تقعد على الكنبة تتكلم مع الستات عن العلاقات الزوجية، وبخفة دم هتتكلم عن مشاكلهم مع الرجالة متجوزين أو منفصلين، عشان نقول لكم بشكل لذيذ وطريف إن الحياة مستمرة ومكملة. شيماء قولي لي، الناس بتتجوز ليه؟ بصي، هو في الاول احنا بنتجوز عشان هو في الاول وفي الاخر. طب في الأول. ونستمر الحياه بين ابتسامه انا معاك. احنا بنتجوز الاول ايوه عشان ضغط مجتمعي، مع يلا نجيب بيبي، يلا نعمل بيت، تبقى مطبخي كوبايتي، يجوا يزوروني، اقعد براحتي. بتفشل القصه، بص تلاقي نفسك في حد متحكم فيكي، وفي راحه فين وجايه منين ومصروف وبتاع، بتتخضي، بتقع المشاكل، بنسيب بعض. بعدين بقى ربنا بيفتح عليكي وتنبسطي بقى. زي ما احنا كده اصناف واشكال في الستات، في اصناف واشكال في الرجال. يعني يجوز على ال50 على ال60 ما شاء الله تلاقي شريك حياتك كده لطيف، تشربي مع القهوه في البلكون وتسمعي حاجه اغنيه، ننزل نتمشى، نسافر سفريه حلوه. بس اوكي انا مقتنعه تماما. طيب اللي اتجوزت بالاسباب دي، هل دي اسباب كافيه ان احنا نتجوز بيها؟ اللي هي بعد اول مره؟ لا احنا اول مره انت ليه مش حاسباها؟ ما هي جوازه، عارفه في ناس بتتجوز اول مره بتكمل. مش حاسباها. هي اول مره بتكمل عادي. ما تكملش المفروض، يعني احنا نتجوز اول مره نعمل. ايوه فعلا لازم نتعامل مع الجواز على انه ايزي جو ايزي كام، عادي، ما فيهاش حاجه. مش نقعد ماسكين في بعض بقى، هو يضايقها وهي تضايقه ويزعلوا الاولاد. طب ما ليه من الاول ما نربيش العيال ان هم او البنات ان هم يختاروا صح؟ مش ما بتجوزش عشان اخلف، ما بتجوزش عشان كوبايتي، وما بتجوزش عشان اخرج، بتجوز عشان عن حب، ونكمل ولاقي الحب بعد 5 سنين خلصان وماسكين في شعر بعض وفي عيال برضه. ليه شيماء؟ لا هو لازم نتعامل، يعني لازم الجوازه الاولانيه تبوظ. هي بتبوظ ليه؟ هم بيبقوا مكملين بس بايظه. يا مصيبتي. هقول لك ليه بقى، ليه بيبقوا مكملين بس بايظه. وهنا بقى بنلاقي الجوازه الثانيه والخيانات والبتاع. انت عايزه نموذج خيالي عن لا انا مش عايزه. واحد وواحده اتجوزوا بعض عن حب وجابوا اولاد وكملوا. بنغير، احنا بنتغير وهم بيتغيروا. هقول لك مش ضروري عن حب، حتى جواز صالونات بس كانوا متفقين، كان في ما بينهم وما بين بعض بنتغير برضو. ايوه الناس اللي كملت ازاي؟ ما في ناس متجوزين مره واحده. ايوه وبعدين كده والراجل مات في الاخر عادي، مفيش حاجه. ليمون، اسبرين، دكاتره. يعني انت مقتنعه ان اي حد اتجوز جوازه واحده ومكمل فيها هو تعبان؟ ده انا مش مقتنعه، انا متاكده، انا عندي شواهد. الناس مطحونه هناك، انت ما تعرفيش، ما خدتيش خبر. وقاعدين ليه؟ عشان الولاد وعشان المركز الاجتماعي والشكل، والولاد بتطلع عقد ومشاكل ويلبسوا برضه في فاهمه قصدي؟ طب والعيال لما الاهل بيبقوا مطلقين ده ما بيعملش عقد؟ بالعكس بقى. بالعكس ايه بقى اولا ما بيشوفوش خلافات، ما بيشوفوش نديه، ما بيشوفوش صراع بس ما بيشوفوش الاثنين كائن اللي المفروض يبقوا موجودين في البيت، راجل وست، اب وام، الحنيه والشده. طب لو هم مش موجودين بالشكل اللي انت بتقوليه ده، ما دام مش قائمه على السكينه والموده والرحمه، باظت. ايوه يعني انت مقتنعه ان الجوازه الاولانيه كلنا بنغلط فيها وصعب منها؟ ايوه معمماها. لا مش معمماها، بس انا مش الاستمراريه مش نجاح. مش معقوله، مش ما شفتيش نماذج. طب حلو، ثانيه اتجوزت الجوازه الاولانيه. ايوه بقى اتجوزت الجوازه الاولانيه وخلاص على كلامك، مش على كلامي، على كلامك، وفركش وباظ، والجوازه خلاص باظت زي ما هي المفروض ان هي دي يحصل بيها. ده زي من وجهه نظرك. من وجهه نظرك ايه بقى اللي يرجعني للجوازه الاولانيه تاني مع انها فشلت؟ غباوه. اقول لك يا ستي، لما يبقى في مثلا، يعني في الحاله بتاعتي، يعني ناكل شيبسي، كان في 4، لا انا كل شيبسي بيتخن وانا كده كفايه. خفيف كان عندي معايا ولاد، فانا كان يهمني ان الاولاد يتربوا تحت الامبريلا دي بتاعت البابا والماما وكده، بس مفيش 2
سابوا بعض انهم متاكدين انهم مختلفين، عن خيانه، تعدد علاقات، مصروف، مشاكل، المهم ان الاثنين مش مرتاحين، بيرجعوا عشان ولاد، كل واحد فيهم بيرجع عايز اليد العليا وعايز يربي التاني عشان انفصل. فكانت تجربه فاشله مريره، ما انصحش اي حد يعملها. دي الطلاقه الاولانيه. على فكره انا مش عارفه انت هتستقبليها ازاي، انا احتمال تتخضي. انا يعني هو راح اتجوز ورجعت انا زوجه تانية. ده عند ولا ده غباوه؟ لا بجد، لا اصل ممكن يبقى عند ان هو ما حدش ياخد جوزي. ليه؟ ما انا ما طلقتوش. يعني انا اتضايقت وانفصلت وهو اتجوز وانا برجع زوجه تانية. ليه؟ عشان الامبريلا اللي احنا قلنا عليها. بس دي امبريلا بقت غريبه. ايوه، يبقى الرجوع للاكس مش صح، ويبقى وكمان متجوز مش صحيح. ويبقى منظومه الجواز كلها لا على فكره البيت والولاد وكده مش صح. الفكره اللي بالصح على السكن والسكينه والموده والرحمه. ايه هتقولي لي طب انتوا حبيتوا بعض الاول واتجوزتوا؟ كان في حب وشغف وهو عايز يتغير وانا هعمل له اللي هو عايزه، بس بيخلص. بس الاهل ما كانوش موافقين. الاثنين طيب بيخلص. تعرف ان انا عندي مبدا في الحياه ان الجوازه اللي الاهل فيها مش موافقين هتبوظ. دي حقيقه. مش بقى انه كل جوازه اولانيه بتبوظ. الاهل لو ما وافقوش على الجوازه دي بتبوظ. صح او بتبقى جوازه تعيسه. انا مقتنعه تماما ان الحب بيستمر 5 سنين وياتي من بعده. لا صدقيني عشان الجوازه عشان الاهل مش موافقين. ايوه انت عارفه المعلومه بقى ايه؟ ان انا دلوقتي عندي ولاد. فلما بيجي لي حد بقعده مع الولاد. قولي لي ليه؟ عشان يشوف هيستحمل عيوب امهم ولا لا. هم اللي هيشوفوا لو هو. ايوه لان هم اكتر ناس كاشفين حقيقتي. اوكي. حلوي ووحشي صح. فيشوفوا الكائن ده هيعمر، يعني يمكن يفطس، فما نظلمش حد معانا. انت عندك بنتين وولدين. ايوه. الولدين مش هقول لك البنتين. ايوه. وضعهم ايه في قمر عادي؟ بيشوفوا عرسان مامي عادي. أيوة. ما عندهمش مشاكل. لا احكي لي بس. انا في عندي واحد هناك في كندا بيدرس، قال لي ماما بصي ما تقوليليش كلمه عريس، قولي لي انا بحب فلان. يا حبيبي ده لطيف قوي جدا. ليه بقى؟ لانه عارف ماما تقدر تعيش في انهي فايبس وانهي اتموسفير وانهي امبيانس. انت مربيهم بيحبوا الحب زيك ويحبوا الحياه. يحبوها. طب انا هقول لك على حاجه قلتها لهم مش هتصدقيها. جيتيلي يا ريت يعني يا ريت كل الامهات تعمل. قلت لهم لما تيجي انت بتحب واحده وعايز تتجوزها عشان تعيش معاها، واحنا طبعا عندنا في قواعد، فما عنديش لازم مشاكل. اتجوز. ايوه هصحى الصبح واكلها واشربها والحاجات اللطيفه دي ازاي تحت اطار الجواز. يبقى نتجوز ما نخلفش، نستنى بقى شويه، نأجل الخلفه. مش نأجل الخلفه. ايوه احنا بنحاول نمسك العصايه من النص، لان انا اكتشفت ان ممكن يعيش واحد وواحده صحاب وحبايب ولاف ستوري وينقفل معاهم بيت واحد لمده شهر تلاقيهم اتطلقوا. حصلت ازاي المفاجاه الوحشه دي؟ يبقى لا، نبقى ندخل كده نستهدى بالله، نشوف هيحصل سكن وسكينه وهنشيل مسؤوليه بعض وهندي لبعض، هنتكلم نفس لغات الحب ولا لا، صح؟ لكن ضغط المجتمع اللي هو من تاني يوم ايه الاخبار؟ مفيش حاجه جايه في السكه؟ لا في 4 خدوهم اهي. طب هل اللي حصل في الجوازه الاولانيه بيأثر على الجوازه الثانيه؟ ممكن يخليها سبب ان انا افشل في تاني مره؟ ازاي ده؟ بصي يا ستي، هو انت بتفتكري هو الشخص نفسه اللي انت انفصلتي عنه مش بيبقى هو اللي مأثر فيكي. لان انت طبعا احنا بنتكلم عن حد واعي بيتكلم مع نفسه وفاهم ان اسمه ونصيب واحنا مش هننفع مع بعض بالمستوى اللي انا بحكيه ده، ولكن بيحز في نفسك قوي وبيتعبك فكره الكيان اللي انت كنتي عاملاه من بيت من قبل الجوازه الاولانيه. ايوه تمام. فالكيان ده بيفضل جواكي وجعك، ويفضل تدوري فيه على اسباب فشل المنظومه دي انا ليه وكده. فلو بيدخل الجديد ده يا حرام بيبقوا كيوت وانترستد بيكي وبيحبوكي وكل حاجه، بس انت الاستقبال عندك عطلان، انت مرتابه شكه. ايوه اللي اتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. فيعني لو هزر وسمعتي صوت التاني في ودانك انت قصدك يا مجرم. فلازم تاخدي فتره
تهيلي الجرح يلم خالص. مش الشخص، انت مش بيوحشك الشخص زيرو، هو بيبقى سايب فيكي وجع، ويا ريتني كنت قلت كذا، طب يا ريتني ما كنتش عملت كذا. الجواز بيطلع بقى في التاني. الجوازه الثانيه حصلت في وقت يعني قليل بعد الطلاق؟ لا، هي كانت بعدها بقد ايه؟ بعد 8 شهور او 9 شهور. ما ده قليل، ده مش، لا ده مش انت عايزه ايه؟ انا كنت كويسه جدا. عايزه ايه يا شيماء دلوقتي؟ معلش ثانيه واحده. بصي، لا ازاي 8 شهور مش وقت طويل؟ ايه، انا اعرف ناس بيتجوزوا بعد 3 شهور على طول. ليه؟ انا اتاخرت قوي. طب قولي لي، 3 شهور دي بتعملها ازاي؟ ها؟ انا ما عنديش اجابه. صح؟ انا لو كنت لو عندي اجابه ولا انا وخلي بالك انا ما ساعدتش للموضوع، يعني انت الواحده بتطلق، فبتلاقي بقى ايه حواليها ناس بتبدا تظهر تمسك ورد وتجيب بوكيهات وتجيب شوكولاته ويقول لك انا اجيب وانا اودي لك، فاهمه انت، وانت عماله طب دماغك بس شويه، ريح بس انت دلوقتي. ليه؟ لان انت عايزه تستمتعي بالفتره بتاعت انا سنجل. مش هستمتع، هو بالعكس، هو انت زي ما انت قلتي، هو انت بتتعافي من فكره الطلاق. ايوه. خسرت ايه؟ 8 شهور كفايه للتعافي. ايوه، ما مش ربنا خلاها العده 3 شهور، خلاص انا اتاخرت. اسمعيني، انا سامعاكي. اللي حصل ايه بقى؟ أيوة. اللي حصل ان انا كنت انتكست، عارفه طبعا في الهيل بيبقى يحصل انتكاس. الانتكاسه دي مش كانت عشان الشخص، كان عشان المنظومه والكيان ولا مش لعبها تاني وبعدين اكتشفت ان الحكايه بسيطه جدا، بسيطه جدا. اتفضل، ما عجبنيش، شكرا، نرجعه لمامته. ايوه يا شيخ. اول مره من وجهه نظرك الجوازه ليها عشان تجيبي منها عيله، عشان مش عارفه تلعبي بيت وبيوت ومش عارف ايه. حلو. تاني واحده فشلت برضو. الفتره ال8 شهور مش ممكن تبقى هي السبب، لان انا ما اخترتش صح برضو. لا، ما انا كده اخترت غلط برضو. لا، ما اخترتش غلط، لكن كان في عندي اوضه كراكيب. طيب لان انا لم اتعافى من العلاقه اللي قبلها. جه بقى قال لك اوعى، ايه انا هدخل ازق الذكريات الوحشه وانتي شمعه وانتي ورد. يا عم اهدى، استهدى بالله كده، لازم نخف عشان انا عاجبني الليله، بس اصبر شويه. لا 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 لا، لازم حاجه تخش تزق الزعل مين اللي قال؟ هو البطل الهيرو. انت عايشه في الابطال. فقلت له اتفضل خش، اتفضل تعالى. اي حد يقول لك اي حاجه. لا، ما انت بتضطري في ضغوطات نفسيه بقى، بيروح معاكي وبيجي وبيفضل يكلمك وبتاع، وبعدين الولاد بيقولوا لك ايه يا ماما، هو انت اتعقدتي ولا ايه، يلا واحد وبتاع، فانت والولاد بيقولوا لك كده؟ ايوه، دول ظروف قوي. ما هو بيبقى لايق عليكي، وانا هيجي لي واحد وحش ليه؟ لا، انا فكره ان الولاد يوافقوا على وخصوصا الولاد مش البنات. أيوة. ان الولد بيغير على امه. بالعكس، الولد بيبقى اكتر واحد عايز يطمن على امه، انها في عصمه راجل يلبي احتياجاتها تقضي وقتها معاه، وهو يريح دماغه من ان مامته مسؤوليته. ها، ايه رايك؟ في الزمن اللي احنا فيه شايفه ان الست محتاجه، يعني هي بتتجوز علشان خاطر محتاجه راجل تبقى هي في مسؤوليته؟ هي ست، ولا هي محتاجه لما بتتجوز ممكن تبقى محتاجه ونس، محتاجه حد مناسب؟ لا 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 لا, لا. الست طول عمرها محتاجه الراجل، والراجل طول عمره محتاج الست. بلاش نلعب في الاساسيات. لا انا معاكي، مش هنلعب في حاجه. كون ان انا مش لاقيه المكعب بتاعي المظبوط ده، طب مش عشان اختاره لازم ابقى بتأنى؟ طيب ما اخدش قراراتي بسرعه. نتأنى واحنا بنات، لكن لما انت تبقي مثلا انثى ناضجه وعندك وعي، وجالك واحد بيقول لك انا معجب بيكي، وانت حسيتي ان انت معجبه بيه، نقعد نعمل ايه احنا بقى؟ طب ما انا كده هنفصل. منفصل؟ ايه الوصمه العار في الانفصال؟ عشان ما انت عندك استعداد تتجوزي تاني؟ جدا. لا جدا جدا جدا، وعن حب كمان. حبه كده، هسهر احلم بيه كده. مصدقه في الحب؟ لسه مصدقه جدا 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 جدا، ولا يمكن حد من ولادي يفقد. يعني ايه حب؟ هقول لك يعني ايه حب. هقول لك. يعني ابقى مرتاحه معاكي زي ما انا قاعده كده مرتاحه، ابقى زعلانه وانتي تهديني تحتويني، ابقى انا في وسط الشغل ومخنوقه واكلمك احس ان صوتك ريحني، ان انا بعيوبي قبل حسناتي، المميزات اللي الناس كلها تقعد تقول عليكي جدعه وشاطره. لا 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 لا، عيوبك بقى
بيحب عيوب يكون قابلها بيتعامل معاها. داخله انت مدبدبه ومش عارفه ايوه اتفضلي ايوه دبدبي بقى، وبعدين في الاخر كر 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 وبصي تلاقيكي هو ده الحب، ان حد ده يقعد فتره قد ايه؟ وافقسه ازاي؟ اللي انت بتقوليه ده كله حلو قوي لو استمر، ولا انا غلطانه؟ ايوه ده بقى اللي هو بيحصل. اصل انت لو احنا انت في مش البدايه مضغوطه. ثانيه بقى شيماء، ثانيه واحده، ثانيه سبتك تتكلمي كتير بقى انت. دي حقيقه انا رغايه قوي. لا 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 ثانيه. دلوقتي لو احنا داخلين على اي علاقه انا وانت اهو اتعرفنا على بعض، سمي وانت داخله. لا بالراحه، مش راجل وست، حتى اتنين اصدقاء، أيوة. اتنين بيتعرفوا على بعض. عليكي. مساء الخير، ازيك شيماء، سالي الاخبار قبل ما نتصاحب ونبقى اصحاب مش عارف ايه. غصب عننا ما بنبقاش احنا 1,000,000%، صح ولا انا غلطانه؟ ايوه بيبقى في شويه انا لا اكذب ولكني اتجمل. ايوه لغايه فتره قد ايه بقى هفضل اتجمل؟ طب ما هو انا طول ما فيش مسؤوليات هفضل اتجمل. هو انا هكلمك مكالمه واحده وانت صوتك وحش اقول لك شيماء لا ايه ده بجد في الشغل مضايقينك يا حبيبتي، لا لما تعوزيني كلميني انا موجود. هو هناك ما قفل السكه خلاص بكمل اللي هو بيعمله. انما لما بتبقوا متجوزين انت عارفه ان الاجابه في القطعه فين؟ يلا بينا. فين؟ اللي هو دلوقتي انت لقيتي فيه هارموني وفي دلع وفي كلام وفي حد عنده استعداد، يعني حد محترم عنده استعداد يرتبط. احنا مش داخلين بقى نهزر ونلعب ونقعد. حلو. يلا بينا. على اساس ايه هيرتبط؟ يلا بينا. على اساس ايه؟ اللي احنا بنحكيه ده من هو ازيك وعامله ايه وبتاع. ما هو كل الناس بتقول لك ازيك وعامله ايه. لا وكل ما حد يقول لي ازيك وعامله ايه اتجوزه. لا مش قصدي كده، قصدي ان انت لقيتي هارموني، لقيتي فيه كيمياء، لقيتي فيه فعلا زي ما انا بحكي كده. انت لو كلمتيه هتبقي مبسوطه. انت لما ايوه ما دول اول 3 4 6 7 8 شهور بالكتير. وبعدين بقى الحقيقه بتبان أنا بعدين. شايفه ان اي راجل محترم وجاد في الارتباط بانثى ما عندوش نوايا، يعني انا حضرتك مش مليونيره فداخل طمعان فيا، مش لما قدر الله عيان وعارف انه كمان شهرين 3 عايز حد يمرضه. بني ادم طبيعي جاد في الارتباط بانثى من يعني الف ب لازم ياخد فرصته ما دام انا معجبه بيه كرجل. ثانيه واحده بس، النهارده في اتعرفت على حد واعجبت بيه، خلينا خلصنا دي. ايه اللي يخليني ان انت توهتيني على فكره لا يا حبيبتي انا ما بصعبهاش، انت اللي مسهلاها قوي. انت واحده رومانسيه قوي. حلو. الرومانسي قوي ده بيبقى متشبث بالشخص اللي بيحبه. يعني بيقول لك دايما ايه؟ اللي يحب ما يكرهش، واللي يحب بيغفر، واللي يحب يعدي. انما حساكي اللي هو انا احب واخلع بسهوله جدا. ازاي؟ التخلي التجلي في التخلي التجلي. انت عارفه ان الاتيتيود ده بيدي مساحه للراجل اللي انت بتتكلمي عنه اللي هو بيقفلم انه ما يقفلمش. ما هي اصل انا هقفلم ليه؟ ما هي البت دي ممكن طب ما هو ممكن يبقى ده يقول لك طب ما نقعد شويه وامشي. يعني ايه؟ يعني يجي يقعد شويه ويمشي. ان هو طب خلاص ما دام هي مش هقفلم، لا مش هقفلم، اتسلى شويه سوري، بس ان هو ممكن يفكر كده. ما بيتجوز، لو اتجوز عشان يتسلى ولا كانت حقيقه الحب كان حقيقه بيكمل. يعني حتى لو النيه من حد فيهم التسليه هيتورطوا في بعض ويحبوا ويكملوا. انا منبهره والله بجد. لا مش منبهره، الحياه ابسط من كده. انا حاساكي ان انت مبسطه الدنيا جدا ومحسين الحياه تستمر، سواء اتجوزت واستمرت سواء اتطلقت هتستمر. وهكمل وهعمل. وعايزه اقول لك برضه هتستمر لو انا ما اتجوزتش خالص. وما بتخافيش من كلام الناس؟ هيقولوا ايه؟ ما احنا في مجتمع الناس بيقول لك العيب على الست. حياتي ما هو كلام الناس ده اللي خلانا فتحنا بيوت وابونا وامنا قالوا لنا لا انت اللي مختاراه ماليش دعوه بيه، اتحملي. وان انت خفتي من انت تخسري مثلا البيت والعربيه هما ده كلام الناس. عرفتي ليه بقى دلوقتي ملوش محل من حياتي خالص؟ انا لو في راجل محترم جاد فاهم طبيعي ويقدر يتعامل مع عيوبي، ما هو مش داخل ياخد لبانه، هو داخل ياخد كياني بالكامل بتجاربي بخبراتي بارائي اللي انا بقولها دي. انا مش همثل، فانا هلقطه لو هيمثل. انت عارفه ان انت لما بتتعاملي مع تجربتك السابقه بوعي بتلقطيهم، بتلقطي اللي داخل طمعان فيكي، وبتلقطي اللي داخل يتسلى، وبتلقطي اللي داخل مش مصدق نفسه ان انت كلمتيه اصلا. لا برافو شيماء،
الحياه تستمر. جوازه استمرت، الجوازه ما استمرتش، انا هكمل حياتي، مش هوقف حياتي ومش هحرم نفسي من حاجه عادي. ما جدا نجيب اللي بعده. نيكست اللي بعده.